يعني بشكل مفاجئ وصارت صدفة. الكاميرا ابو الكاميرا ابو الكاميرا وربك الفكرة مالتي اللي دخلت فيها بهذا المحتوى. طبعا ها راح تنظروا فيه الحمامة. السلام عليكم. وصلنا. طبوا يسألوني شنو نوع دراجتك؟ وانا خلنا نخابر. هذا الطلب الثالث وصل ان شاء الله. هلو شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ مشتاقين؟ هذا اليوم امنا طلعنا توصيل جديد. هسه عندنا اول طلب نخلصه قريب هنا. اوكي خذ هذا خذ هذا هذا. السلام عليكم. خلصنا اول طلب. هسه بعد عندنا طلبين يعني مو بعيد، خارج المربع اللي انا بيه، يعني تقريبا مسافة. واحد يمكن بالقادسية والثاني بحي الجامعة اعتقد. هسه نروح على اول واحد اللي هو هذا. اوكي شي يريد من عندي اطلع منه واروح هيجي واروح هيجي. يريد يطلعني على السريع مال الدورة. يلا نطلع على سريع الدورة ان شاء الله. توكل بالله. طبعا كان ما بيها شحن كافي، خليتها على الشحن، وحتى على المولدهم خليتها تشحن. بس هي مرات من نخليها تشحن بالخط مال المولدة تاخذ هواي تصرف، يعني مرات تفصل عندنا الكهرباء. المهم شحنتها تقريبا 90 هيك شي، يعني اعتبرها فولت. اخذت الشاحنة والسيارة وياي حتى يعني ارتب اموري كلها، ما عندي شي نقص. تمام بس خلينا نتوكل نطلع من المنطقة. احاول باسرع وقت ممكن اخلص هذا الطلب حتى الحق على الطلب الثاني، لان الطلب الثاني يعني هذا طلب هنا، الطلب الثاني هيك صاير. اي هاي المشكلة، يعني مو اثنيناتن بنفس المكان. طبعا بالبداية الطلب الاول كان بنفس المكان ويا ابو حي الجامعة، بعدين صار تحديث بالموقع. يعني هو الولد قال راح استلم من عندك الطلب وغير مكان، لانه طالع بشغل وهيك شيء عنده التزام. فقلت له اوكي ماكو مشكلة، اهم شيء المكان قريب مو بعيد وان شاء الله خير. بس يا من خلصنا من الازدحام هذا. يلا 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 يلا. اسمح لي شو تقولون؟ درب الفروع يا هذا، يعني السالفة هنا مطولة. احنا نطلع منه. اوكي هسه راح انزل على السريع اللي يودي على باب معظم او للمنصور بالاحرى حتى اوصل للقادسية اللي هو الطلب الثاني. طبعا الفيديو السابق اللي نزل اللي همي انا كنت دا اوصل فيه طلب، هواي طبوا راسلوني واكو علقوا لي كم واحد. طبعا انا يعني بعدني جديد، فالتعليقات واللايكات مو هواية، يعني معدودة مش كم واحد بس. بعدنا استونا يا الله. ولو انا عندي قناة ثانية قديمة بس مو يم المحتوى هذا نهائيا، يعني محتوى ثاني تماما. هذا محتوى خاص بس بالدراجات، يعني خصوصا الدراجات الكهربائية. فالمهم طبوا يسألوني شنو نوع دراجتك، سكرت الملف، بطارية. واحد طب قال لي انا عاجبتني هاي الدراجة واريد اخذ مثلها وهيك شيء. وضحت له يعني التفاصيل على الدراجة هاي. طبعا هي دراجة منقصرة كمتانة 1:1. بالنسبة طبعا ها راح تنظروا فيه الحمامة. بالنسبة للدراجات الموجودة حاليا اللي بالسوق، هاي الدراجة يعني اسم على مسمى، هارلي حديد. من اسمها حديد، الشاصي كله والبناء كله مال الدراجة حديد تماما حديد، يعني حتى التغليف مال الصندوق كله حديد. البلاستيك الوحيد اللي هو الامامي البكم اللي باللايت والذني الشاشة وهاي الكفر مال السويتش السكليترات، هاي ذني الشغلات يعني. بينما كل المحتويات كلها الشاصي اللي دار مدار الشاصي واللي يغطي الشاصي ما شاء الله كله حديد. دراجة يعني تعبانين عليها، دراجة مسويها مال الكراب مال الشغل من صدق يعني.
بس اللي صار شنو؟ اللي صار الشيء اللي تغير انه اني حدثت هاي الدراجة، بدلت بطارياتها. طبعا قلت للولد، قلت له اني بدلت بطارياتها، بدلت المحرك. وبنفس الوقت سألني، ما ادري هو يمكن او واحد ثاني ما اتذكر بصراحة، مع حبي واحترامي الكل اللي علق واللي سوى لايك واللي شارك الفيديو، كل حبي واحترامي لكم. وهاي القناة ما تصعد الا بوجودكم، بوجود ناس مثلكم، تمام؟ وهاي القناة انا مسويها يعني نستفاد من عندها كلنا، مو بس انا استفاد وانزل وادور لايكات ومدري شنو، لا، الكل يستفاد. معلومة تسأل اجاوبك، ما اعرف اروح ابحث لك وادور لك بالانترنت او اسأل ناس مختصين واجيب لك المعلومة. يعني احاول اللي اقدر عليه اسويه حتى اوصل لك المعلومة. المهم، فاللي صار انا حدثت هاي الشغلات بالدراجة: العقل، المحرك، البطارية، ذني ثلاثة تحدثا. من عدا الكماليات البقية، اللايتات، البروجكترات، الدبلات، يعني هذا طور من الدراجة اكثر، كسرعة، كقوة تحمل، كمسافات، هواية غير عندي، تمام؟ لان انا بالعادة يعني مو لانه اطلع بها انا سويت هيك حتى اطلع بها دليفري وخلاص، لا، انا بالعاده يعني الاماكن اللي اروح لها بعيده. يعني مثلا من اروح التقي بجماعتي، يعني ذيك الصفحه شارع فلسطين لازم اروح، اطلع منه من البياع من السيديه اروح لازم شارع فلسطين. بينما قبل كنت اصعد 3 سيارات يمكن يلا اوصل للمكان اللي نلتقي به دائما، اللي هو نادي رياضي نلتقي به انا وجماعتي. فالدراجه سهلت لي امر هواي، الحمد لله والشكر. وبنفس الوقت مثل ما هي مسهلت لي امر، اني دا احاول يعني اداريها للدراجه، ما تعبها، ادامه اسوي لها، تحديثات كل فتره، مثلا اجدد فد شيء، تحديث فد شيء جديد اسوي لها. فهي هاي الفكره مال الدراجه مالتي. والفكره مالتي اللي دخلت بها بهذا المحتوى، انه انت دراجتك الكهربائيه، من تاخذ دراجه كهربائيه مو مجرد اخذت دراجه وخلاص تطلع تجيب بها صمون وتطلع تروح تجيب بها مخبر. وهذا هو يعني، انت اذا ماخذ دراجه، ناوي تاخذ دراجه كبيره، مثلا هسه هاي او هاي اللي قدامي، هاي الدراجه البيضاء، انت ماخذ دراجه ضخمه، محرك 2000، محرك 3000، محرك مدري ايش قد، انت ماخذ دراجه يعني اذا تسوي لك شغل فلازم تداريها. حبيت تطور شغلك، حبيت مثلا الشغل يعني مسافات وقوة تحمل أكثر، اقعد حدث بالدراجة. بس شنو، ما أقول لك سهلة أو رخيصة، لا والله مو رخيصة، بس يراد لها صبر، وبنفس الوقت يراد تتعلم، تسأل، فشغلة سهلة بسيطة. المهم أي واحد بينا يقدر يحور دراجته، يرتبها، يعدل عليها، يغير من شكلها، يخلي شكلها بعد أحلى، مثلا يسرعها. بس طبعا من تسرعها خلي بالك إنه انت من تسرع دراجة لازم تحسب حساب، يعني انه اني سرعت دراجتي احسب حسابي، لازم اشوف العقل اللي يناسب المحرك، والبطاريات اللي تناسب المحرك. هذا دق علي الزبون. زين هسه هو منطيني اكو دربونة صغيرة منه، صحيح مضبوط، هاي الدربونة. بعدين منطينا يمنى، انطب وخر ولك وخر، ما يوخر هذا. بعدين انطب يسرى. وصلنا الطلب الثاني. اوكي هسه خلصت هذا الطلب، نروح على الطلب اللي بعده اللي هو هذا. شوف الهوسة مع الازدحام، شوف ازاي فوت هكذا. وقفوا بالكاميرا يا بالكاميرا يا بالكاميرا، بربك يا برب تطخ هذا الرصيف شويه واطخه، والله العظيم شعرايه بينه وبين الرصيف. طبعا اخرني هذا التقاطع اللي ورايا. المهم وصلت انا، وصلت، واها الف فرع طبت كل زقزاق، ما طلعت على الشارع. خلنا نخابر هسه هذا الطلب الثالث وصل ان شاء الله. اوكي سلمت الطلب الثالث، وهسه راح ارجع عندي طلبات للبيت، هسه مو طلبات للناس المواطنين، طلبات الاهل. هسه سألوني على نوع الكاميرا ونوع المايك اللي استخدمه، اذا كنت دا استخدم المايك مال الكاميرا او مايك خارجي. فحبايب اللي دا استخدم للصوت نيك مايك DJI، راح تقولون والله عمي غالي. شنو مو غالي، اذا تدور راح تلقى نوعيات اسعارها مناسبة، تقدر تشتريها. ما دام انت تقدر
تشتري كاميرا جو برو تقدر تشتري دي جي اي، والدي جي اي هذا راح يفيدك. ليش؟ لا تحتاج واير ولا تحتاج اي شيء، مجرد النيك مايك كأنك بلوتوث على الجو برو وخلاص انتهى. المهم بالنسبة للكاميرا، سألوني شباب بالتيك توك، سألني ولد على اليوتيوب الكاميرا اللي استخدمها او دائما استخدمها اللي هي الجو برو. بديت من الجو برو 7 لحد الجو برو 13، من الجو برو 7 الجو برو 13. استخدمت الجو برو 7 هواية أكثر من أي كاميرا ثانية. وراها استخدمت الجو برو 11، وراها يعني بشكل مفاجئ وصارت صدفة لقيت الجو برو 13 بسعر مناسب حلو، اشتريتها أخذتها استخدمتها، وهاي قدامكم حاليا دا أشتغل بيها. شغلها حلو، تصويرها ما شاء الله، الدقة مالتها، الزاوية، كل تفاصيلها يعني فخامة بالتصوير، تفيد بكل الأوقات. فأنا دا استخدمها بهاي الفيديوهات الأخيرة. طبعا يا جماعة وصلنا طريق مسدود، شارع مسدود، شارع عام نهايته مسدود، بيت مدري ما أعرف، مدري جراج مدري شنو. أنا دا أسولف وفاتح الخوذة، ما أدري الصوت شلونه وياكم. اوكي خلصت المسواق، بس لازم ارجع لانه عندي طلب جاي استلمه مو اوديه.